حاضر انا 5 دقايق ونازله بخلص اخر حاجه، بس اخر حاجه. بصي ببعت الميل ده والثلاث دقايق بالظبط، 3 دقايق ونازله اخر مره. لا خلاص على الباب، بلبس شوز خلاص سلام. افتكروا امراه اللحظه الاخيره وقفت لحد هنا بس؟ احنا عندنا لحظات اخيره كتير بس بتظهر قوي في رمضان وفي المناسبات. وعلشان انا مش عايزاكي تتاخري وتشمتي جوزك فيكي او اي حد عندك في البيت، انا عاوزاكي انت اللي تلبسي وتجهزي وتستعجليهم كلهم وتقولي لهم انتوا اللي اتاخروا. اعملي فيهم زي ما بيعملوا معاكي. لو عندكم اي نزوله في رمضان خليه هو يلبس ولادكم، وانت تبقي مجهزه الطقم اللي انت هتلبسيه في دماغك. ويا ريت لو تبقي قايساه ومجهزاه قبلها بيوم وحاطه حاجاتك جوه شنطتك وكاوياه ومظبطه كل حاجه. وقبل ميعاد النزول بساعه ابداي انت جهزي، حطي الميك اب بتاعك، غيري شكل تسريحه شعرك، غيري اللفه. وعايزاكي بقى زن عليهم، زن ما تبطليش، تفضلي تستعجليهم وتقول لهم يلا 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 يلا. انت جاهزه ومخلصه ومرتبه حاجتك كلها. في بقى من امراه اللحظات الاخيره المراه المتردده، ما بتعرفش تاخد اي قرار في حياتها غير في اللحظه الاخيره. لو هتشتري طرحه لازم تفضل تعمل عليها دراسه جدوى قد كده. مفيش اي قرار في حياتها بتاخده بالسهل ابدا، نص وقتها رايح وهي بتقارن في الاختيارات اللي قدامها. يعني اوعوا تعتمدوا عليها في اختيار هديه وانتم معزومين عند حد في رمضان، لان هي هتفضل تختار في الهديه لحد ما تخلصوا فطار وتصلوا التراويح كمان. بس لو عاوزه تعالجي موضوع التردد ده عندك، اختاري دايما المناسب ليكي وما تحيريش نفسك بين حاجات كتير. في بقى امراه اللحظه الاخيره اللي واثقه في نفسها، انا هلحق اطبخ واخلص كل حاجه العزومه، ما فيش في شطارتي وحلاوتي. دي بتبقى واثقه في نفسها لدرجه ان هي عازمه 20 شخص وتعمل الاكل قبل المغرب يا دوب بساعه. وفي الغالب الناس اللي معزومين عندها هم اللي بييجوا يساعدوها وينقذوها في اللحظه الاخيره. ويا حبيبتي ما ينفعش تبقي امراه اللحظه الاخيره وبتحضري الاكل قبلها بساعه بس، على الاقل تبقي مجهزه كله قبلها بيوم ومحضراه على التسويه، لان اكيد هيحصل معاكي شويه حاجات في النص هتعطل، فلازم تلحقي نفسك قبلها بكتير. يفتكروا بقى ليه في ستات بتسيب نفسها للحظه الاخيره. في دراسه نشرتها الديلي ميل البريطانيه قالت ان الالتزام بالوقت متعلق بذاكره كل حد فينا. في اللي بيعرف يدرك ويحدد قيمه الوقت مع الالتزامات اللي عنده، وفي اللي ما بيعرفش يظبط الدنيا خالص. وان الناس اللي بتسيب نفسها لحد اللحظه الاخيره غالبا بيبقى نفسهم يخلصوا وينجزوا اي حاجه وراهم قبل اي مشوار مهم، ويفضلوا يبرروا لنفسهم اصل ده مش هياخد وقت، اصل يا دوب اخلصه عشان لما اجي ما يبقاش ورايا حاجه. طبعا بيبقوا فاكرين ان الوقت هيكفي وهيعرفوا يوصلوا في ميعادهم، بس للاسف ده ما بيحصل. وعلشان الناس تظبط مواعيدها حددوا 3 حاجات علشان تساعد الناس في تقدير قيمه الوقت، زي مثلا ان احنا نفضل نبص للساعه باستمرار ونحسب كل حاجه هي تحتاج وقت قد ايه، نحدد اولوياتنا ونحط خطه لليوم نمشي عليه، وما ندخلش حاجه في النص ما كانش معمول حسابها، لان هي بالتالي هتاخد من وقت الحاجه الاولانيه. نقاوم اغراء اي حاجه نفسنا نخلصها او فاكرين ان احنا هنعرف ننجزها قبل اي مشوار مهم المفروض هنروح، لان في الغالب مش هنلحق نخلصه وهنتاخر على ميعادنا برضه. وعلشان كلنا عندنا لحظات اخيره، فبفكركم يا دوب تلحقوا قبل ما رمضان يخلص تعملوا جروب الواتساب اللي هتتفقوا فيها تفطروا امتى وفين مع بعض. وما تنسوش تعملوا جروب ميوت، لان انتوا كده كده مش هتروحوا، هتاجلوها لرمضان اللي بعده. قولوا لي في التعليقات مين فيكم بتسيب نفسها دايما للحظات الاخيره وبتعالجوا ده ازاي.